لو انا حد في الشغل كل حاجه صغيره لازم تتعمل بسرعه قبل الميتنج، لازم ابقى موجود. دايما بعمل باك اب بلان من كتر ما انا خايف ان في حاجه غلط تحصل، فبحب دايما ابقى جاهز. ده مش عشان أنا شخص ملتزم قوي او هارد وركر، دي حاجه اسمها ان انا عندي هاي فانكشن انكزايتي. ولو انا شخص ما بحبش ازعل حد، حتى لو ده هيجي على نفسي وما بحبش اقول لحد لا، ده مش عشان انا شخص لطيف وعايز اساعد الناس، ده عشان عندي حاجه اسمها فاوننج او بيبل بليزنج. ولو انا حد دايما مش شايف ان انا الحاجه اللي عملتها بيرفكت ولازم اعمل الحاجه بيرفكت، دي مش حاجه ايجابيه، دي حاجه اسمها بيرفكشنزم. وللاسف دي علامه مشتركه ما بين اضطرابات كتير، ايا كان بقى الانكزايتي او الامبوستر سيندروم وحاجات تانية كتير. كل الحاجات دي ممكن نكون اتربينا عليها، بس هي حاجات غير صحيه بالمره، بتاثر علينا في حياتنا الشخصيه وفي حياتنا العمليه. كل دي حاجات علامات لاضطرابات نفسيه طبيعي نمر بيها بسبب الكالتشر اللي احنا عايشين وسطها. بس عادي جدا ان اقدر اشتغل على نفسي واتعالج علشان ابقى انسان سعيد مع نفسي، وعارف يعني ايه حدود صحيه، وعارف يعني ايه لما انجح اشوف نجاحي ما يبقاش كل الناس شايفينه وانا بس اللي حاسس اني دايما متاخر. يعني ايه ما خليش الناس تستغلني واستغل طاقتي ووقتي مع الاشخاص الصح.